المنتخب السوري بتصنيف 85، وبالتالي الكرة تقطع وتعود وترجع من جديد. يا سلام على الوان تو، يا سلام على الاختراقات والعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، ولكن بعد ذلك الابعاد موجود. تتخلص الكرة لتصل الى خارج ارضية الملعب. سليم القصافي الكرة الماضية، هذه الشباب شوف الكرة الماضية الوان تو والاختراقات والانطلاقات الجميلة جدا في اللقطة الماضية. مرهون الذي ارضية الملعب، كميل الاسود يلعب الكرة مقوسة داخل منطقة الجزاء خطيرة اللقطات الماضية، ولكن الكرة تقدم لا لمصلحة المنتخب السوري على اليمين. العرضية أرضية في إمكانية خطيرة لمصلحة المنتخب السوري بالتصويبة، ولكن الكرة تقطع وتعود ما زالت مستمرة. محمد الحلاق يلف ويدور يبحث عن فرصة للمرور، عند الإمكانية للمهارة، يحول كورته على اليسار إلى هشومي خطيرة داخل منطقة الجزاء العرضية، ولكن بعد ذلك التغطية دفاعية موجودة. لو صوبتها يا هشومي تكون أفضل مما كانت تكون. الكرة الماضية أتت بيسارية هشومي لربما كان بالإمكان بأن تكون، ولكن فضل الجماعية، وبعد ذلك من حيثما انتصر فيها منتخبنا الوطني. هنا كرة خطيرة كانت وما زالت لمصلحة منتخبنا. ابراهيم الختال عندك كرة واحد على غاب، النشيط ابراهيم السريع ابراهيم عندك كرة على اليسار، مرة كرة جميلة داخل منطقة الجزاء في امكانية للسيد هاشم عيسى، ولكن لم يحسن استغلالها في اللقطة الماضية. هشومي امام اليمين كنترول مميز من كميل الاسود، يحول كرة عليها خطيرة داخل منطقة الجزاء في امكانية التصويبة القوية في الكرة الماضية. جميلة التصويبة القوية كانت في لقطة الماضية من قبل لاعب مهدي عبد اللطيف. في كرة الماضية من كرة مهدي تصويبته القوية والقوية جدا، وبعد ذلك ترجع الكرة في منتصف الملعب إلى مصلحة المنتخب السوري. أمامية تتحول في إمكانية، ولكن بعد ذلك سهلة إلى مصلحة عمر سالم. مباراة لا تملك من السرعة الكبيرة شيء كثير، ولكن لغاية اللحظة العمل التكتيكي والبدني يتضح ما بين المنتخبين. محمد جاسم مرهون يحاول ينطلق فيها، مرهون بالمهارة، مرهون بالشطارة، مرهون يعدي ويمر، مرهون بالعرضية، ولكن بعد ذلك أقرب إلى حارس المرمى إبراهيم ألما. كرة وخطورة ماضية كانت، ولكن بعد ذلك تحاولت إلى حارس المرمى إبراهيم ألما في اللقطة الماضية. وهذا بكل تأكيد يأتي مع اللعب، مع التجربة، مع المباريات تزداد اللمسة الأخيرة، وتزداد بكل تأكيد الإمكانيات للنجم مثل إبراهيم الختال من الوطني في هذه اللحظات. إبراهيم الختال وكميل الأسود على تنفيذ الكرة في هذه اللحظات. إبراهيم الختال يتركها له كميل يحاول كرة مقوسة عالية خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن بعد ذلك الكرة تبعد وتعود. الختال يحاول كرة في الأمام، لكن حارس المرمى ابراهيم في منتصف الملعب حولها عباس عصفور على اليمين، يحول كره خطيره الان لمصلحه منتخبنا العرضيه داخل منطقه الجزاء خطيره بالراس. جول 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 عبد الله الاخلاصي يتقدم ويسجل هدف المباراه الاول. الان ياتي هدف المباراه الاول، ياتي براسيه قويه من قبل عبد الله الاخلاصي بالراس، صعبه على الحراس بالراس، اخترقت شباك حارس المرمى ابراهيم ألما حارس المنتخب السوري، وتحولت الى ان تكون هدف الاول لمصلحه منتخبنا في هذه اللحظات. عرضيه مثاليه كانت تتحول بعد ذلك براسيه المتقدم عبد الله الاخلاصي اللي حولها بالراسيه بشكل مميز جدا وقوي جدا على المرمى. شوف ابراهيم الختال الذي يغير مكانه من اليسار الى اليمين، حول عرضيه مثاليه وبعد ذلك راسيه قويه كانت من قبل عبد الله الاخلاصي تتهر في امكانيه الان التقدم. خطيره العرضيه، ولكن بعد ذلك الكره تبعد وتعود خطيره لمصلحه المنتخب السوري بالتصويبه، ولكن تعتري خشبة الثلاث. الآن مباراة تزداد حلاوة، الآن مباراة تزداد طراوة، الآن مباراة تزداد جمالية. أوليفر إسحاق هو الرجل الذي صوب الكرة الماضية، اللاعب رقم 19 في المنتخب السوري، ولكن بعد ذلك لحظات عن طريق ركلة حرة ثابتة من مسافة بعيدة، ربما البحث عن التصويبة الصاروخية. يا سلام جميلة الكرة الماضية قوية جدا كانت من قبل سيد هاشم عيسى. الكرة الماضية الصاروخية تأتي جميلة جدا قوية، ولكن بعد ذلك حارس المباراة هنا علي مدى عندك كرة علي بالعرضية الأرضية. الكرة الماضية هذه عبد الجبار بالأساسية بصفته الأساسية. هنا كرة لكميل الأسود يلعب الكرة عرضية أرضية جميلة كان في إمكانية. كرة ملعوبة ماضية ولكن كرة قطعت وعادة دفاعي قوي. هنا كرة ملعوبة عالية أمامية خطيرة، ولكن وليد الحيام يقطع الكرة الماضية. هنا مرتدة خطيرة الآن إلى مهدي عبد الجبار، مهدي في إمكانية، ولكن بعد ذلك الكرة تصل إلى خارج أرضية الملعب بمطالبة وجود خطأ على مهدي عبد الجبار. الكرة الماضية الخطأ الذي كان على مهدي
يحول الكرة الآن خطيرة هذه العرضية في إمكانية داخل منطقة الجزاء، لكن بعد ذلك الكرة تعود إلى حارس المرمى أحمد مدينة عن طريق خطأ يتم الإعلان عنه لمصلحة أحمد ولمصلحة المنتخب السوري. تدخل تلعب الكرة وتعود من جديد. جاسم الشيخ على اليسار تتحول بحرينية الإخلاصي بالعرضية العالية الهوائية، لكن بعد ذلك تمر وتعدي على السوري. كرة تلعب مقوسة عالية موجودة خطيرة، ولكن بعد ذلك الإبعاد موجود الدفاعي. هذه الحركة لم يظهر بالصورة اللي المطلوبة كانت، وبالتالي عن انتصار بحريني أو تعادل سوري لا أعتقد، لأن هنالك الإمكانية لقلب نتيجة سورية. كانت الدقائق مجنونة على 90 دقيقة هذه تصير، ولكن نادرة جدا. هنا كرة ملعوبة عرضية بحرينية خطيرة الآن إلى مصلحة منتخبنا، التمريرة والنقلة تصل إلى علي مدن بالتصويبة، ولكن بعد ذلك كرة علي مدن تصل إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية لمصلحة منتخبنا. استمرارية على الانتصار في العودة إلى سكة الانتصارات مرة أخرى، البقاء أو الرحيل إلى هيليو. تعود الكرة لمصلحة منتخبنا خطيرة، مرهون إلى علي مدن في إمكانية داخل منطقة الجزاء العرضية، في إمكانية خطيرة ما زالت مستمرة. هدف الآن يضيع على منتخبنا، عارض منتخبنا في اللقطة الماضية، خطورة ما بعدها خطورة في اللقطة الأخيرة. في منتصف الملعب حولها عباس عصفور على اليمين، يحول الكرة خطيرة الآن لمصلحة منتخبنا العرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة بالراس، جول 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 جول. عبد الله الإخلاصي يتقدم ويسجل هدف المباراة الأول. الآن يأتي هدف المباراة الأول، يأتي براسية قوية من قبل عبد الله الإخلاصي بالراس، صعبة على الحراس بالراس، اخترقت شباك حارس المرمى إبراهيم الماح حارس المنتخب السوري، وتحولت إلى أن تكون هدف الأول لمصلحة منتخبنا في هذه اللحظات. عرضية مثالية كانت تتحول بعد ذلك براسية المتقدم عبد الله الإخلاصي اللي حولها بالراسية بشكل مميز جدا وقوي جدا على المرمى. شوف إبراهيم الختال الذي يغير مكانه من اليسار إلى اليمين، حول عرضية مثالية وبعد ذلك رأسية قوية كانت من قبل عبد الله الإخلاصي واخا نشوفوا بشكل مختصر الى شفتي معايا بالنسبه للتعرف اهم قطاعات المنافسه التكنولوجيه. هاد الوثيقه هذه تقدر تبين لك الا شفتي معايا هنايا كيف يمكن انتاج طائره مثلا بقطع صغيره وفي اماكن مختلفه للانتاج. يعني هذا كسؤال، وفي حين جوابه ان هناك او ان هناك 1500 مؤسسة تتوزع يعني بشكل متقطع إنتاج طائرات